انترناشونال جيم وثمان مباريات سيمي فاينلز الديزرت فورس. 8 مباريات، مباراتين وزن 84، مباراتين وزن 70، مباراتين وزن 93 ومباراتين وزن 77. هلا كل واحد بتأهل من وزن بيلعب ضد الثاني بالفاينل. هذول كلهم متأهلين من اوزانهم بدي اف سي 2 ودي اف وديزرت فورس. عم نشوف هلا اللاعب الكويتي لاعب الكويتي محمد ارتي، عمره 30 سنه، هذا عمره 32 سنه. يعني شايف ما بنقدر نحكي عن المباراه بس الشباب الصغار هذول ما شاء الله عليهم لساتهم شباب بالثلاثينات ولسه بيسافروا بيتركوا بلدهم بيتركوا اهلهم بيتركوا اولادهم وبيجوا بيشاركوا معنا بديزرت فورس. زي ما انت شايف بشيك الجلوفز تبعونه، بشيك الشورتس تبعه، بشيك اذا محطوط اويل على جسمه، لانه في مرات من اساليب الغش بحطوا اويل على جسمه عشان ما يقدر يمسكه وزي ما تحكي يفلت منه بسهوله. ممنوع اي نوع من الليكويد يكون محطوط. يعني احنا شفنا اول مباراه اللي هي بين محمود المصري وبين خالد وليد، وشفنا تفوق فيها هذا وزن 93 تفوق فيها خالد وليد. المباراة الثانية على وزن 77 اللي هي محمود المغربل مع عمار شلبي، تفوق فيها محمود المغربل. يعني هلا محمود المغربل تأهل للفاينل، خالد وليد تأهل للفاينل. From Egypt, specializing in kickboxing and Muay Thai, weighing in at 70 kilos, fighting out of the Egyptian Muay Thai Association, Mahmoud Blardo Abdelkader. In the red corner, from Kuwait, this man is a brown belt Brazilian Jiu-Jitsu fighter, weighing in at 70 kilos, fighting out of Kuwait Valley Tudo Academy, Muhammad Arti. This fight is sponsored by Avis. مرة ثانية هيثم بحب احنا دائما زي ما حكينا هاي الايفنتس ما بتصير مع شكر خاصة للسبونسرز تبعونا زي ما ذكرت عريفة قبل شوي. في عنا ايفيس، في عنا رؤية طبعا، في عنا بي 99.6، برجر كينج، لومينوكس، في عندك نسلي تول هاوس، في عندك اوبتي لايف، في عندك اندي برودكشنز. الحمد لله في دعم موجود. وكمان يعني عشان هاي تصير مباراة هاي اوه لبسوا سوينج منيح للاعب المصري محمود عبد القادر. مباراة حماسية، مباراة حماسية جدا زي ما انت شايف هيثم. عنده ريتش اللاعب محمود اكبر من ريتش اللاعب محمد. شايف كيف عنده جوجيتسو عم بيحاول يعملوا تيك داون، عم بيحاول يعملوا تيك داون بس مصمد اللاعب المصري، مصمد عم بيحاول يعمل له ابر كات، نزلوا تيك داون. عم بضرب بوكسات. ممنوع يمسك. اذا شافه مسك القفص اول مره الحكم بيقول له ابعد، ثاني مره ابعد، ثالث مره بنزلوا منه نقطه. عرفت كيف هيثم؟ هيو ماسكو عامل له تشوك على الارض، عم بيحاول يخلي اللاعب الكويتي محمد ارتي يستسلم. محمد ارتي عم بيحاول يقيم من التشوك تبعت محمود عبد القادر. ماسكو تشوك جامده. بس زي ما حكيت لك اللاعب الكويتي محمد ارتي لاعب جوجيتسو براون بيلت، يعني عنده خبره على الارض. عم بيحاول يطلع من التشوك اللي ماسكه اياها اللاعب المصري. كان عم بيحكينا بوقت طلع منها. عم بضربوا بوكسات ورا بوكس. انا زي ما حكيت لك اللاعب محمود عبد القادر عنده قوه تحمل هائله. هيثم لازم شايف لازم اقول لك انه ممنوع الضرب على قفا الراس. الضرب ممنوع، مسموح الضرب على الجنب بس على قفا الراس واللاعب على الارض ممنوع. زي ما انت شايف الحكم بيوقفه. هي قدر وصل لوجهه. يعني اللاعب محمد ارتي عم بيوقع. شايف كيف مسكه من فوق. هاي مسكه جوجيتسو بده يخليه هلا يعمل سبمشن. خلصت سبمشن، فاز اللاعب. واو محمود ارتي فاز. ايش عم بيصير؟ عمل تاب. انا شفت عمل تاب. هلا بنشوف قرار الحكم.
نشوف قرار الحكم هلا. الحكم فكر اللاعب المصري محمود عبد القادر عمل تاب. محمود عبد القادر عمل تاب، حاول يحكي للحكم انه ما عمل تاب، هو عمل تاب واستسلم وفاز اللاعب الكويتي محمد ارتي. انا شفته من عندي صراحه هيثم، انا شفته هو عم بيعمل تاب، حاول rear choke submission from Kuwait محمد ارتي. يستاهلها 100%، لاعب يستاهلها 100%، لاعب بروفيشنال. انا شفته بعيني لاني انا جنب القفص، شفته بعيني عم بيعمل تاب، حاول يحكي للحكم انه هو ما عمل تاب. يعني 100% انا كمان شفت 100% شفت اللاعب عمل تاب، شفت اللاعب استسلم، ولكن ما كان في داعي ابدا انه بعد الجيم يرجع. بس لو كانت الفايت راح تضلها على الواقف كان تقدر تمشي؟ والله ما حد راح يعرف الحين. صعب. جوجيتسو كل شيء، جوجيتسو كومبليت ارت. احنا جراوند، احنا فوق، احنا كل مكان. مبروك فوزك محمد.